ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. عارف ان انا مقصر معاكم وبقالي فتره ما نزلتش قصص، لكن رجعت لكم بقصه جميله جدا يا رب تعجبكم. القصه بتاعت النهارده بتدور حوالين بنت اسمها مي، عندها 13 سنه واخوها عمر. قصه جميله جدا يا رب تعجبكم. بس قبل اي حاجه، لو انت مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل القصص الجديده. ومن غير رغي كتير يلا نخش في القصه على طول. عزيزي المشاهد، بطلة قصتنا النهارده اسمها مي، ومي دي في ثالثه ثانوي تجاره، وبرضه عندها اخين توأم في ثالثه ثانوي تجاره. هم كلهم في صف واحد لكن الشعب مختلف، هي في شعبة اداره وهم في شعبة محاسبه. المهم عزيزي المشاهد ان الثلاث اخوات دول من النوع اللي هم ما بينزلوش كتير من البيت، وفين وفين كده لما باباهم ومامتهم يخرجوهم يفك عن نفسهم شويه. والثلاث اخوات دول شغلوا دماغهم وعملوا عمله اول مره يعملوها، والعمله اللي عملوها دي ادت الى مصيبه، اللي هي ايه؟ الساعه 11 كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. احنا كده كده خارجين انا وهو، انت ما ينفعش تخرجي معانا. هو انتوا هتروحوا فين يا محمد؟ احنا رايحين بلاي ستيشن. عمر قول لماما ايه اللي حصل من محمد النهارده. هو ايه اللي حصل؟ خليتها ما تروحش تصلي التراويح مع اصحابها، وقاعده عامله لنا دراما حزينه هنا في البيت علشان امك تعبانه، وقالت لي خلصي مواعين وممكن تروحي تقعدي مع كريمان صاحبتك. ايه بقى الحوار في كده؟ ما الساعه 11 وقلت لها انا رايحه عند كريمان صاحبتي اقعد شويه، قالت لي خلي عندك دم، ازاي تنزلي دلوقتي؟ انا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انت الكبير ماليش دعوه، اتصرف. وانا ايه الدنيا؟ احنا توأم ولد، انا اكبر منك ب 15 دقيقه. جرى ايه يا عمر؟ احترم نفسك. محمد مش ناقص هزار بالله عليك، يلا علشان العيال عماله ترن عليا عشان نروح نقعد شويه في البلاي ستيشن. وانت يا مي اسمعي كلام ماما يا ست، خشي اتكلمي معاها كده وثبتيها بكلمتين ممكن تخليكي تنزلي، وكده كده انت عارفه امك طيبه وهتخليكي تنزلي، وكده كده بيت صاحبتك في وش البيت يعني مش هتروح حته بعيد. امال انا بقول لكم ليه؟ انا بقول لكم كده علشان تقولوا لها قبل ما تنزلوا، وانكم تتكلموا معاها علشان اقدر انزل معاكم. ده لو قلنا لها اصلا يا ست مش هتقدر تنزلنا، ده منزلنا احنا كشباب بالعافيه. انت ما تعرفيش هي قالت لنا ايه؟ هاتوا السحور بدري بدل ما تاخدوا اخر شويه في القدر. طيب يا جماعه خلاص روحوا. ومي واخواتها محمد وعمر عمالين يتكلموا مع بعض، ودول ياخدوا بعضيهم ويروحوا على البلاي ستيشن من هنا، ومي تعمل مصيبه مش طبيعيه. مبدئيا قبل اي كلام بتطلع تقف باستمرار في البلكونه، والكلام ده كان قبل رمضان. في راجل عندهم في المنطقه اسمه زنجر. زنجر ده معروف ان هو تبع ربنا، على الله حكايته، تعبان من الناس اللي انت بتشوفها كده حبتين، يعني الناس ممكن تديله حاجه لله وتطبطب عليه وتمشيه، خاصه ان زنجر ده محدش بيجيله على سكه لانه راجل بركاوي على الله. المهم اخوات مي وهم نازلين يشوفوا مين؟ زنجر في الشارع، وطبعا هم بيحبوا يزاولوه باستمرار، والشباب اللي واقفه على الناصيه اصحابه وكده عمالين يولعوا تحت زنجر ده صواريخ وكده. المهم عملوا الحفله على اخونا زنجر وقعد يصوت في الشارع، وخدوا بعضيهم وبعدين راحوا على البلاي ستيشن. مين اللي شاف كل ده من البلكونه؟ مي. وطبعا مي هتموت على نفسها من الضحك من اللي اخواتها واصحاب اخواتها بيعملوه في مين؟ في زنجر. وزنجر عمال يبص لمي بصات غريبه ويعمل لها كده، وبعد ما بص لها وعمل لها كده خد بعضه ومشي، وهي ما حطتش في دماغها وتكون بتكلم صاحبتها كريمان في التليفون. وبعد نص ساعه بالظبط زنجر يرجع تاني ويروح حادف طوبه على البلكونه. ركز معايا، البلكونه اللي كانت واقفه فيها مين؟ مي. وكل ما يجي يحدف طوبه ياخد بعضه ويمشي. طبعا مي بعد ما بتسمع صوت الطوبه جت في البلكونه تطلع تفتح البلكونه، ما تعرفش مين اللي بيرمي طوب في البلكونه. الو ايه يا كريمان؟ مش عارفه في حد حدف طوب على البلكونه، انت ما خدتيش بالك منه ولا شفتيه؟ ده هو المتخلف. ماشي خلاص انا هبقى اقول لماما. يا ست هي مش هتقدر تنزلني اصلا. هشوف، طب هقول لها. يلا طيب باي مع السلامه. كريمان كلمت مي وقالت لها انا شفت مين اللي رمى طوب في البلكونه عندي، وقالت لها على اسمه وهو زنجر. بعد ما قعدوا يتكلموا مع بعض شويه غيروا الموضوع، قالت لها احنا عاملين شويه قطايف تعالى خدي لك طبق. دي عماله تقول لها ماما مش هترضى، ودي تقول لها ما تخافيش ده البيت في البيت، وقالت لها انزل لك تحت البيت ادهم لك واطلعي تاني على طول ومحدش هياخد باله. المهم مي تاخد بعضيها وتخش لمامتها، ماما انا هنزل لكريمان تحت البيت، انت عامله حوار ليه؟ ده البيت في وش البيت، هجيب بس منها طبق فيه شويه قطايف وهطلع على طول مش هتاخر يا ماما. هو انت بتعندي معايا كده ليه؟ فمامتها يا جماعه الخير تقول لها لا مفيش نزول. وعايز اقول لك ان مامتها من بعد الفطار صلت ونامت. وللعلم والد مي في شغله واول يوم رمضان ما فطرش معاهم، وكانت مامه مي ومي واخواتها زعلانين جدا ان هو طبعا اول يوم رمضان ويفطروا ازاي من غير ابوه. المهم يا جماعه الخير نرجع لموضوعنا، ان مامتها ما رضتش تخليها تنزل. مي خدت بعضيها وتعاند مع مامتها وترن على كريمان صاحبتها وتقول لها انزلي وتفتح الباب بالراحه علشان تنزل تقابل كريمان صاحبتها. وما يجي في بالها قال ايه؟ ان مامتها مش هتاخد بالها لانها في سابع نومه. انا هفتح الباب وانزل واجيب الحاجه دي بسرعه واطلع جري ومحدش هياخد باله. وفعلا مي بدات تعمل كده يا جماعه الخير، خدت بعضيها ونزلت على السلم. وعايز اقول لكم ان كريمان صاحبتها البيت في وش البيت، تعالي انت خدي بعضك وخدي الطبق منها. وهم بيتكلموا كلمتين على الماشي وعلى مجيه مين؟ ست كبيره. الست الكبيره بتقول لها والنبي يا بنتي لو تعرفي توقفي لي توك توك
بس علشان الشنط اللي في ايدي دي تقيله. فمي سمعت كلامها وقالت لك ده قد امي وما رضتش تاثر معاها، ومي قالت لها حاضر. توصل الست الكبيره من هنا بالشنط وتركبها التوك توك، ويحصل موقف غريب يا جماعه الخير. الموقف ده مش طبيعي. الست الكبيره دي قالت لمي هاتي ايدك اديلك حاجه، وطبعا مي مامنه ليها لان الست دي قد والدتها، غير كده ان قدام بيتها على الشارع قدام كل الناس. وطبعا مي بتمد لها ايديها يا جماعه الخير، والست عملت حاجه غريبه جدا، تعض ايد مي وتاخد التوك توك وتطلع تجري، وايد مي عماله تنزل دم على اخرها. مي تروح واخده بعضيها وتروح طالعه جري على البيت على طول، وتطلع على البيت يا جماعه الخير تلاقي النور قاطع. طبعا هي اتزغفت وعماله تصرخ وتنادي على مامتها. مي تخش اوضه مامتها من هنا تلاقي منظر مش طبيعي. الست الكبيره اللي كانت بتوصلها للتوك توك بالشون ماسكه مامتها من رقبتها وعماله تاكل فيها، عماله تاكل في رقبه امها. مي تشوف المنظر من هنا عماله تصوت وتصرخ ومحدش سامعها، وخدت بعضها وخشت على اوضتها وفتحت باب الاوضه بسرعه، وكل ده والنور قاطع. وطبعا هي بتطلع تليفونها وبترن على اخواتها بتحكي لهم ايه اللي حصل، بتقول لهم حصل كذا كذا كذا، وفي ست متوحشه عندنا في الشقه، والست دي عماله تعض في ماما لحد ما موتتها. اتفاجئت ان اخواتها بيعيطوا في التليفون وبيقول لها استني علشان في راجل بيطاردنا. الراجل ده شفناه على الطريق واحنا معديين، وفي ثانيه الا ثانيه لقيناه راكب ورا في الكنبه بتاع العربيه، ودي كانت عربيه واحد صاحبنا بناخد منه لفه بس. ودخلنا في شارع نظام اراضي زراعيه عندنا، والشارع الزراعي ده مش عارفين نطلع منه. مي في ثانيه الا ثانيه تقع من طولها، تقوم من النوم تلاقي نفسها بتحلم. بعد كل ده مي طلعت بتحلم، ومين اللي بيصحيها من النوم؟ باباها. مش عايزه تفطري معايا ولا ايه يا ميول؟ كل سنه وانت طيبه، اول يوم رمضان ولازم نفطر مع بعضين. مي قايمه من النوم مذهوله ومذغوفه، حمدت ربنا وشكرته ان هي فعلا اصلا كانت بتحلم، وان ده كله كان مجرد كابوس. انت كويسه يا مي؟ انا كويسه يا بابا، انت بصراحه كنت وحشني جدا. ومي تسلم على باباها، وطبعا هو سلم عليها ويقول لها يلا نصلي العصر سوا علشان سامع ان انت صليت الظهر ونمتي، وطبعا ما ينفعش الصيام من غير صلاه، يلا قومي اتوضي عشان نصلي العصر مع بعض. طبعا مي تقوم وتخش الحمام وتتوضى وتصلي مع باباها، ويقعدوا يفطروا العيله كلها متجمعه، مي واخواتها الاثنين وباباها ومامتها، وهي قاعده بتفطر معاهم مذهوله وعماله تبص لهم بصات غريبه، وهم خدوا بالهم منها عمالين يسالوها مالك يا بنتي فيكي ايه؟ مفيش حاجه مفيش. ما تجيبوا لنا رامز يا جدعان، رامز عامل برنامج جميل جدا، رامز جاب من الاخر ومستضيف قصقص ومحمد ثروت وحلقه جامده، هاتوه كده نشوفوا السنه دي عامل ايه، بيضحك ولا زي كل سنه. وبكده عزيزي المشاهد بيكون دي نهايه قصتنا النهارده، يا رب القصه تكون عجبتك، ولو انت مش مشترك في القناه ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل القصص الجديده. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.